مساء الفل. عاملين ايه؟ اتمنى تبقوا بخير. انا بسام الشورى، داتا اناليسيس انستراكتور موجود في فريق عمل نيورتك. وانا كنت سجلت فيديو قبل كده على منصه ليها علاقه بالاكسل. معرفش انتوا ممكن تكونوا عديتوا مرحله الاكسل ودخلتوا دلوقتي، مش فيديو واحد اكيد، ده مجموعه فيديوهات يعني، وصلتوا دلوقتي لمرحله الباور بي اي ولا لا، او انتم متعلمين الاكسل في اماكن تانية وبتكملوا الجزء الخاص بالباور بي اي. فاتمنى ان الرحله بتاعه الباور بي اي معانا في السيشنز دي او مجموعه الفيديوهات دي تبقى لذيذه وممتعه، ونقدر يعني نقدر نتفاعل ونوصل المعلومات الخاصه بباور بي اي بشكل لذيذ وواضح يعني. اول حاجه، انا مين؟ انا داتا اناليست، يعني داتا اناليست شغال في الماركت بقالي اكتر من 3 سنين، واشتغلت على مجموعه بيانات كتيره جدا ومجموعه بيانات مختلفه في كذا فيلد يعني. و من اول دلوقتي ببتدي اسجل فيديوهات الخاصه بباور بي اي هنا على المنصه. وخلينا نبدا في التفاصيل اللي احنا مفترض هنعدي عليها في السيشنز دي، سواء في الفيديو ده او هنسجلها على فيديوهين او 3 ايا كان الوقت بتاعنا يعني. واول حاجه هناخدها هيبقى هو ايه اصلا باور بي اي ده ومحتوياته. هو اصلا باور بي اي ده ابلكيشن واحد ولا اكتر من خدمه او اكتر من سوفت وير. كمان ايه هو النظام العمل كده بتاع باور بي اي، وبيبقى عباره عن ايه، والتفاصيل اللي موجوده جواه، ازاي بنسطب باور بي اي في اي ايه هي البنفيتس اللي موجوده في باور بي اي، باور بي اي انترفيس، وازاي بنimporت الداتا على باور بي اي ونقدر نهندلها او نتعامل عليها في باور كويري. وهنعدي سريعا كده على التفاصيل او الكومبوننتس اللي موجوده جوه الداتا بشكل عام، او الباور بي اي بشكل عام. اول حاجه، هو ايه باور بي اي؟ باور بي اي ده كولكشن من اكتر من ابلكيشن. الباور بي اي في حد ذاته هو بينقسم لكذا حاجه. اول حاجه ابلكيشن للديسكتوب، باور بي اي ديسكتوب، وده اللي احنا بنرسم من خلاله الباور بي اي ريبورت، او بنقدر نتعامل عليه على باور بي اي ريبورت. طب هو اصلا ايه باور بي اي ده؟ والله قال لك باور بي اي ده دي تول مقدمه من مايكروسوفت بتخلينا نقدر نعمل ريبورتنج. احنا لما عدينا بالبيانات، من سواء البيانات دي احنا جبناها من اي داتا سورس، فالداتا دي يا اما جايه لك من اس كيو ال مثلا، يا اما جايه لك من اي داتا سورس موجود على الانترنت عملنا لها سكرابنج، موجوده في اكسل شيتس جايبينها من على سيستم. كل الحاجات دي كلها احنا موجود البيانات دي، بس محتاجين نعمل عليها شويه عمليات الاول، اللي هي بقى المراحل بتاعه البيانات، زي ان احنا نعمل داتا كليننج، نعمل لها ترانسفورميشن للتفاصيل دي كلها، وبعدين نقدر نقول ان والله انا وصلت ل نتائج معينه من البيانات بتاعتي دي. فانا عشان اقدر اقول ان في نتائج معينه محتاجه اروح اديزاين او اقدر اعمل تشورت كده يشرح النتائج دي. على سبيل المثال، لو انا عندي مبيعات، والمبيعات ديت انا بعت بارقام معينه كل شهر، فانا مش هعرف اروح اقول للستيك هولدر بقى مثلا، او مديري، او الناس اللي شغالين، انا شغال معاهم، ان والله احنا بعنا في يناير بكذا، وفبراير بكذا، ومارس بكذا، وخلاص. لا، قال لك انت لازم وانت بتعمل ده محتاج يعني نوضح للناس ان التفاصيل بتاعه المبيعات، او بتاعه كل الشغل بتاعنا اللي عملناه على خلال السنه دي كانت عامله ازاي، هو التوزيع بتاعتها عامله ازاي. فعشان اقدر اقول لهم كل المعلومات دي، قال لك ما احنا محتاجين نقول لهم المعلومات دي كلها في داشبورد. الداشبورد دي هتبقى عباره عن اكتر من رسم بياني، نقدر نكستمايز الرسوم البيانيه دي بتاعتنا بشكل او باخر، نقدر نعمل لها فلتر. ابقى عايز اعرف التفاصيل بتاعت شهر يناير بس، او بتاعت شهر فبراير بس، او بتاعت الكوارتر واحد بس، او كوارتر 2 وكوارتر 3، على حسب ما انا عايز. وابتدي اقيس النتائج بتاعتي، واشوف انا وصلت فين، ايه مستوى التغيير من شهر للتاني، التفاصيل دي كلها. كل ده بيحصل ازاي؟ والله بعد ما انت شغال على الاكسل، او ايا كان ايه هي الداتا سورس اللي انت جاي منها، او اللي انا رابط بيها الريبورت بتاعي، واقدر بعدين ابتدي يلا بقى بينا نعمل من خلال باور بي اي ريبورت. الريبورت ده هيبقى فيه
كل الرسوم البيانيه او التفاصيل البيانيه او النتائج اللي انا طلعت بيها. بس النتائج دي هتبقى في شكل داشبورد، في شكل تشارتس بتروح للستيك هولدرز او للناس اللي انا بحاول اوصل لهم نتائج البيانات بتاعتي. فكل ده بيحصل عن طريق باور بي اي. بس هل ده بيحصل من خلال ابلكيشن واحد؟ لا. قال لك احنا كل ده بنرسمه من خلال باور بي اي ديسكتوب. خلينا بقى ناخد حركه كده. قال لك اول جزء في باور بي اي سيرفيسز بشكل عام، او الخدمات بتاعت باور بي اي، او الكوليكشن اوف ابس اللي لها علاقه بباور بي اي، هو باور بي اي ديسكتوب. طيب الباور بي اي ديسكتوب ده هو عباره عن ايه؟ ابلكيشن بنزله واقدر اضيفه عندي على الكمبيوتر بتاعي. مجرد ما انا ما حاطط الابلكيشن دوت هنا بقى اقدر افتح الابلكيشن، وبعدين ابتدي اشوف انا محتاج اعمل ايه، اربطه بالداتا سورس بتاعي. بعد ما اربطه بالداتا سورس بتاعي هنعرف بقى الحاجات اللي موجوده جوه الباور بي اي علشان نقدر نطلع بريبورت جامد وفي كل التفاصيل بتاعتنا، وازاي بنقدر نربط الداتا دي لو هي جايه من اكتر من سورس مع بعض، ونطلع بالموديل بتاعنا اللي له علاقه بالداتا. فده كله بنعمله عن طريق باور بي اي ديسكتوب. طيب عندنا حاجه تانية اسمها باور بي اي سيرفيس. مش انا خلصت، بعد ما بخلص عايز اشير ده، عايز ابعت، عايز حاجه كلاود ارفع عليه التقارير بتاعتي. التقارير بتاعتي دي تاخد لينك، اللينك ده يتبعت للناس، نقدر نتشيك النتائج اللي انا وصلت لها. ما انا برضو مش هفضل كل مره هعرض من نفس الابلكيشن اللي انا بعمل كرييشن فيه. قال لك لا، انت ممكن ترفع لي على الكلاود، والكلاود ده يقدر اي حد معاه اللينك ده يبتدي يبص على النتائج بتاعتي، المدير بتاعك، الناس اللي انت بشتغل معاهم، اكتر من حد بيشتغل على الريبورت، التفاصيل دي كمان. في الموبايل اب، وده ابلكيشن موجود نقدر ننزله ليه الابل او الاندرويد. وهنا بنبتدي نقدر نتفرج على الريبورتس بتاعتنا عن طريق الموبايل، ويقدر الستيك هولدر يتابع النتائج بتاعه الشغل بتاعنا. عشان كده التقرير في باور بي اي نقدر نعمله سواء للديسكتوب فيو او للموبايل فيو. بس بشكل عام باور بي اي اصلا نسخه مخصصه للويندوز في حاله ان احنا عايزين نكريشن يعني الباور بي اي ديسكتوب. فبالتالي هو الافضل لو احنا اكيد مش الافضل، هو احنا عشان نقدر نكريت الريبورت بتاعنا لازم يكون من خلال الباور بي اي ديسكتوب. طيب احنا ايه اللي بيحصل بالظبط في باور بي اي ده، او ايه التفاصيل اللي موجوده في باور بي اي؟ قال لك باور بي اي ده انا زي اي تول موجوده في البيانات. خلينا نعتبر ان اي مرحله احنا بنتحرك فيها دي لازم يبقى عندي مدخل معين. المدخل المعين ده الداتا جايه بيه، او شكل معين الداتا جايه بيه، وشكل معين الداتا خرجت بيه. الداتا كانت جايه لك ايه، وبعدين وصلت لفين. احنا كان عندنا ايه، وبعد ما خلصنا وصلنا لفين. في حاله الاكسل على سبيل المثال، لو انتوا اكيد عديتوا على الاكسل يعني قبل الجزء الخاص بباور بي اي، هتلاقي ان انت كان ممكن يبقى عندك شيت مبهدل جدا في تفاصيل كتيره وبعدين انت دخلت عملت له فورميولا وعملت شويه حاجات، دخلت على بيفت تيبل طلعت بسمرايز للداتا، بقيت فاهم المشاكل اللي موجوده في الداتا، وبقيت تجاوب على شويه اسئله من خلال البيفت تيبل، وطلعت بنتائج معينه تقدر توصلها عن طريق الاكسل. فاحنا كانت عندنا داتا مبهدله جدا فيها مشاكل كتيره مش معمول لها كليننج، وعملنا لها كليننج من خلال الاكسل، وطلعنا بانسايتس من خلال البيفت تيبل. او مثلا لو عملنا تشارتس جوه الاكسل باستخدام التشارتس او بيفت تشارت ايا كان. بعدين انا لو هستخدم بقى باور بي اي، هو ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انت عندك داتا، الداتا دي موجوده في اي سورس. السورس ده ممكن يبقى اكسل، ممكن يبقى سيكوال سيرفر، ممكن يبقى على الانترنت على الويب سايتس، ممكن يبقى انت بتعمل سكرابنج مثلا، ممكن يبقى سي اس في فايل، ممكن يبقى اي داتا سورس انت تتخيلها، لان باور بي اي بيتعامل مع داتا سورسز كتيره جدا جدا جدا. وبعدين بتحتاج ان انت تعمل لها شويه كليننج وترانسفورمنج. ازاي بقى؟ من خلال باور بي اي سوري باور كويري. والباور كويري ده اللي هنبتدي نتعرف عليه النهارده سريعا كده، وكل التفاصيل اللي موجوده جوه. وبعدين بنروح على المرحله اللي بعديها. طب ايه المرحله اللي بعديها؟ هو الداتا دي جايه لك كلها من شيت واحد؟ لا،
ممكن تبقى جايه من اكتر من شيت، وممكن تبقى جايه من اكتر من سورس. يعني ممكن يبقى شيت اكسل ومعاها الداتابيز اللي موجوده على الاس كيو ال، وعايزين نوصلهم ببعض. يعني انا عندي تفاصيل هنا لها علاقه بالاكسل، انا منظف فيها حاجه معينه وعايز اوصلها بالسيكول سيرفر بتاعي. كل ده نقدر نعمله من خلال الموديل، والموديل ده بيشمل جواه الفكره بتاعه الكالكوليتد كولم. ما انا ممكن يبقى عندي كولم معين مثلا في السعر، وفي ال 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 الكميه على سبيل المثال. فهنا انت تقدر يبقى عندك السعر والكميه. طب ما انا ممكن ابتدي اعمل كولم جديد محسوب من الاثنين، ويقول لي التوتال سيلز بتاع الانفويس دي بكام لما يضرب السعر في الكميه. كمان ببقى عايز اعرف ايه هي الميجرز اللي ممكن اطلعها. يعني ايه الميجرز دي؟ والله يعني رقم اجمالي يقدر يقول لي هو التوتال سيلز بتاعك كام، هو التوتال الكميه اللي انا بعتها كلها بكام. هو رقم معين مش بيمشي كولم كولم يبتدي يطلع ناتج في سيل قدام الكولم. لا، هنا رقم ميجر كي بي اي، حاجه اقدر ارجع لها واقول ان هي دي اللي بتعبر عن الرقم اللي انا عايزه. الباور بي اي فيه موديلنج مهم جدا وبيساعدنا في ده. وبعدين بنخش على المرحله بعد ما ربطت الريبورت بتاعي، بعد ما نظفت الداتا بتاعتي، بعد ما خلصت كل حاجه. اذا يلا بينا نعمل فيجواليزيشن. الفيجواليزيشن في باور بي اي هو التشارتس بقى اللي انت بتعملها في الريبورت بتاعك علشان تطلع بالنتائج بتاعتك بشكل سليم، تقدر تعرضها، يكون في شكل انتر اكتف، وفي كده نقدر يعني في تفاعل في الموضوع. نقدر نعمل سلايسر معين، نقدر نفلتر الداتا بشكل معين. كل ده عن طريق الفيجواليزيشن. كمان عندنا الجزء الخاص بالشير. طب الشير ده بنعمل ايه؟ بعد ما خلصت القصه بتاعتنا دي كلها، نرفع الداتا بتاعتنا على الباور بي ار سيرفيس، اللي هو هيخلينا نقدر نطلع بلينك. اللينك ده اقدر اشيره مع الناس الستيك هولدرز اللي موجودين، اللي هيقدروا ياخدوا البيانات دي ويحولوها لقرارات. بعد ما نقدر الداتا دي خلاص انا شفتها وبقيت عارف ان النتائج بتاعتي وصلت لفين، فيلا بينا نبتدي ناخد قرارات بناء على البيانات دي. طيب، هو باور بي اي لو انا عايز انزله او اشتغل عليه، يعني هشتغل عليه ازاي؟ قال لك انت لازم تخش على الويب سايت اللي هو باور بي اي، اعتقد باور بي اي دوت مايكروسوفت دوت كوم، او تروح على المايكروسوفت ستور وتعمل له داونلود مباشره من على مايكروسوفت ستور. وبعدين بعد ما يخلص، او بعد ما تعمل جيت مثلا على مايكروسوفت ستور ويخلص انستول، نقدر نفتح باور بي اي ديسكتوب، وبعدين نقدر نبني الريبورت بتاعنا. طب بعد ما تعمل كل ده عملته، دخلت على الويب سايت او دخلت على مايكروسوفت ستور اهو، اللي هو ده. مجرد ما انت دخلت على مايكروسوفت ستور، هيبقى هنا بدل اوبن اللي موجوده عندي دي، هيبقى موجود عندك جيت، وتقدر تجيت الابلكيشن وبعدين تعمل له اوبن، فتقدر تفتح الابلكيشن. طيب، هو المايكروسوفت بعد ما افتح الابلكيشن ده ايه اللي هيحصل؟ قال لك يلا بينا نشوف الاول هي ايه البنفيتس بتاعت باور بي اي، وبعدين نخش على الواجهه او التفاصيل بتاعه الباور بي اي. البنفيتس اللي موجوده في باور بي اي، اول حاجه هو يوزر فريندلي جدا جدا جدا. اي حد استخدم الابلكيشنز بتاعه مايكروسوفت، فالموضوع بالنسبه له سهل جدا. الباور بي اي يعني بيبقى سهل كانترفيس. الموضوع بالنسبه لك بيبقى سهل. انت هتلاقي كل حاجه عباره عن كليك او دراج اند دروب كده، فانت مش بتحتاج ان انت تبذل مجهود في الحاجات يعني اللي انت عايز تعملها. وكمان الباور بي اي بينتجريت مع اكتر من داتا سورس كتيره جدا. في كل تقريبا الداتا سورس اللي انت ممكن تحتاجها هتلاقي باور بي اي بيتعامل معاها. كمان باور بي اي في ادفانسد داتا موديلنج، يعني اقدر اربط الداتا بتاعتي دي في اكتر من ريسورس مع بعض، واقدر اقول ان الجداول دي العلاقات اللي موجوده ما بينها وما بين بعض عامله ازاي، الكارديناليتي، التفاصيل دي كلها. كل الحاجات دي هنقعد نتكلم عنها اكتر واحنا شغالين. كمان باور بي اي جواه لغه الداكس اللي هي بتساعدنا ان احنا نقدر نتعامل مع التفاصيل المختلفه اللي ليها علاقه بباور بي اي، او نطلع بنتائج معينه من الكولمز اللي موجوده عندنا، كالكوليشنز، حسابات معينه. كل ده نقدر نطلعه من خلال الداتا موديلنج. وباور بي اي قوي جدا في التفاصيل ديت. كمان
عندنا انتر اكتيف فيجواليزيشن، تلاقي الفيجواليزيشن معاك جامده جدا، بتبقى عندك اصلا اوريدي لايبراري كبيره جدا تقدر تنزل منها فيجواليزيشنز تانية. وكمان بتخليك قادر تتحكم في الداتا بتاعتك بشكل قوي جدا، على عكس بقى اللي انت شفته في الاكسل مثلا. لو انت كنت بدات ان انت تتعلم اكسل والحاجات دي كلها، وبيبقى تنافسي جدا في فكره الريبورت المتكامل اللي انا بقدر ارفعه واقدر اعرض فيه كل النتائج بتاعتي. كمان باور بي اي في اي اي يعني تولز كده بتساعدنا ان احنا اوريدي نطلع بالانسايتس دي بناء على الاي اي، وهو يقدر يحل لك شويه حاجات تانية. الموضوع بيبقى لذيذ جدا. وعندك ريل تايم داتا اناليسيز، ان انت بتقدر تربط الباور بي اي ريبورت بتاعك بدايركت كويري او ب ريسورس اوريدي بيابديت كل فتره معينه، وده بيرفلكت في الريبورت بتاعك. في الموضوع ما بيبقاش فيه اي مجهود من ناحيتك في الموضوع ده. انت بتبني الريبورت بتاعك وبتصينه كل فتره علشان تقدر تطلع بالنتائج بتاعتك وتتعامل مع البيانات اللي هو بيسحبها من السورس مباشره. كمان بيبقى فيه جزء له علاقه بالداتا شيرنج والكولابريشن بتاعنا، وده بيسهل علينا جدا ان احنا اكتر من حد نشتغل على الريبورت او نقدر نوصل بيه. كمان بعد ما بخلص اقدر اشير الريبورت بتاعي ده مع الستيك هولدرز اللي موجودين، علشان نقدر نوصل النتائج بتاعتنا دي بسرعه، من غير ما نبقى مضطرين ان احنا طول الوقت نروح نقعد مع الناس ونقعد نتكلم كتير. لا، انت طالب مني طلب انا اقدر اخلصه، وبعد ما اخلصه اقوم باعت لك النتائج وشارح لك النتائج دي من خلال الريبورت بتاعي. في كمان سكيورتي عالي جدا، لان هو معتمد ان احنا بنرفع على الازور بلاتفورم، ودي بتخلينا الموضوع بالنسبه لنا سهل جدا ان احنا نانتجريت مع كل الحاجات بتاعت مايكروسوفت. بلس ان هي بتحمينا اصلا بشكل او باخر، السكيورتي بتاعها بيبقى عالي جدا، ما بيبقاش فيه اي مشكله في كده، خاصه للاورجنايزيشنز يعني. وكمان الباور بي اي بيساعدك ان انت تقدر تتعامل مع اي نوع من انواع البيانات، سواء لارج داتا سيتس كبيره جدا في المؤسسات الكبيره، او حتى لو احنا سمول بزنس يعني. باور بي اي بيساعدك ان الريبورت بتاعك تبقى قوي جدا في الجزء ده. كمان عندك تنافسيه جدا في السعر بتاع باور بي اي. انت بتدفع في اللاينسز بتاعت الباور بي اي سيرفيس علشان تقدر تنشر ده، فبالتالي الموضوع بيبقى يعني اقل تكلفه من التولز اللي موجوده في الماركت زي تابلو مثلا. ف باور بي اي بيبقى اكتر فاعليه في الجزء ده. ده كده كان انترودكشن سريع عن الباور بي اي. خلينا نبتدي نفتح الابلكيشن ونعرف ايه هي الانترفيس بتاعته والتفاصيل الموجوده جواها، بس ده من الفيديو اللي جاي.